بصوا انا مستعجل، انا عارف ان انا ببدا فيديو دايما كده وبستعجل كل حاجه، بس بجد انا مستعجل. ما تستغربوش من شعري، كنت بحاول احلقه بنفسي. بص بصراحه مش عايز انزل فيديو، بس بصراحه انا حاسس ان المشكله اللي بتحصل حاليا يعني يا اما هتتطور يا اما هتختفي لو انا ما كانتش عنها. جدا بصراحه وحشني يوتيوب شويه، فقلت اعمل لكم فيديو. بس أنا بجد يعني مشغول جدا، مش عارف انزل اكتر من فيديو. معلش لو كل شويه بقول لكم الفيديو اللي فات حتى قلت لكم هنزل الاسبوع الجاي، انزل حاجه شبه كده، في الاخر ما نزلش. معلش الموضوع ده اخلص اللي ورايا وارجع لكم. بس عايز اتكلم عن حاجه بتضايقني جدا، وهي اليوتيوبرز. عارف ان انا يعني يعتبر لحد ما يوتيوبر 250 مشترك، مش عارف ده معناه يوتيوبر ولا لا، بس عموما يعني انا بجد بكره كام حاجه بيعملوها. في حاجات كتيره جدا انا عارفكم تكرهوا من اي يوتيوبر، بس المره عايز اتكلم عن كام يوتيوبر بحبهم جدا بس عملوا حاجه مزعجه جدا. وفرحان عشان موضوع فلسطين وسوريا، في حاجات كتيره جدا حصلت اخر مره مشيت. انا بنبدا الفيديو بحاول بكرهه. ايه ده؟ بحاول انزل بقاله اسبوعين. حلو، كنت خايف ابقى شبهه وما انزلش. للاسف مش هعرف انزل. عاوزكم لو فهمتوا فده كويس، وما فهمتوش للاسف مش هعرف اشرح لكم. بس في حاجه ورايا مهمه جدا، مش سببها مش هعرف انزل يعني. بس ده كويس، ده معناه ان انا ممكن اشيل حاوي من الليست. اللي بعده بندرتها. صح، معلش انا مش قصدي بجد ان انا بكره اليوتيوبرز دول. انا قصدي باختصار ان انا مش في حاجه ما بحبهاش فيهم. اتمنى ده ما يبانش كاني بكرههم بجد، او هعمل لهم كانسليشن وهكنسلهم على اليوتيوب والدراما والحاجات دي كلها. لا بجد مش مستر بيس والناس دي كلها، لا دول انا بحبهم، بس عايزهم يعني يصلحوا من نفسهم من خطا بسيط او حاجه شبه كده. هعمل المشكله اصغر ومشكله اكبر. بندرتا حرفيا مفيش مشكله قوي، انا بس متضايق شخصيا من حاجه هو بيعملها. غير كده الباقي بجد عندهم مشكله، اتمنى يصلحوها يعني. وباختصار بكره بندرتا. نقول كده انت ايه صغير وعايز تتفرج على يوتيوبر حلو، هتلاقي بندرتا قدامك بيعمل فيديوهات حلوه جدا. ماريو ميكر 2 نفسي اعرف ما ينزلهاش ليه. بيعمل سيليست، بيعمل فيديوهات حلوه جدا. كان بيعمل حركه حلوه جدا، كان لما بيموت في اللعبه يعمل كده حركه حلوه. كل شويه بحاول اقلده في الحته دي. كان يوتيوبر حلو، بس حصل وربنا الحمد لله شفاه ان هو كان عنده مرض فخس. عارفين انتوا المرحله دي لما تكونوا خلصتوا مدرسه مثلا ابتدائي وتخشوا اعدادي مدرسه جديده او ثانوي او كليه او مهما كان، تعرف ناس جديده، فبتحاول تحسن من نفسك. كنت مثلا ضعيف فتبين ان انت قوي قدامهم، تعرفوا ان انت انسان قوي، يحسبوك ان انت طول حياتك قوي. لكن لا، نفس الموضوع كانت كانك تبدا حياه جديده، صفحه جديده من حياتك، تبدا بشكل مختلف. ممكن بقى تحلق شعرك، ممكن تغير من نفسك. بندريتا اظن لما عمل العمليه من بعدها اتغير تماما، محتواه بقى مختلف تماما. مش قصدي ان هو يعني العمليه اثرت فيه بشكل سلبي، لا انا قصدي باختصار ان هو اتغير تماما. يعني تشوفوا كل فيديوهاته دلوقتي انا مش فاهم، كلها يا اما فيديوهات رعب شبه مارك بلاير، اظنكم عارفين مارك بلاير، شبهه كده بالظبط. وغير ان في فيديوهات كتير جدا يعني مزعجه. في فيديو نزله اسمه سيت اب المتابعين، ده بجد يعني اكتر فيديو بيبين انا متضايق قد ايه بجد من الستايل الجديد اللي بندرت بقى ينزله. فيديو اسمه سيت اب المتابعين، هحط لكم كل حاجه لينكات في الديسكربشن. واليوتيوبرز انا عارف ان انا بقول انا يعني بتكرههم شويه، ومع كده بقول لكم اشتركوا عندهم، بس أنا بجد كاره هو الموضوع ده. يعني الفيديو ده باختصار هو عنده شبه اعلان، بيحاول يعلن عن حاجه معينه يعني من الاخر، وبيقول لكم خش الموقع ده. بس الفيديو كله اعلان، يعني مش حته واحده، مش مثلا بيقول لك ايه ده دلوقتي مسلسل بيحط 5000 اعلان عشان عايزين نتفرج عليه وحصري وكده. لكن لا، الفيديو على اليوتيوب كله اعلان. كل شويه يجيب فيديو المفروض يكون ممتع جدا. لو ما تعرفوش باختصار بيقول لكم مثلا يا جماعه ابعتوا لي اوضكم واقيمها لكم. الاوضه دي اقيمها 7 من 10، الاوضه الثانيه الله 10 من 10. في حبه بيهزروا يجيب لك اوضه مكسره خالص. Oh my god, bro. ولا دي اوضتي، ايه رايك في الكمبيوتر بتاعي؟ فالمفروض فيديو يضحك وسهل جدا يتعمل. فهو بندرت عنده اعلان شركه شبه امازون بتقول له يعرض منتجاتهم، راح جاب كل سيت اب بتاع متابع معين، ولما يقيم حاجاتهم بيقول لك ايه ده الاوضه دي حلوه جدا بس تعرف محتاجه ايه؟ محتاجه البتاعه دي. الموقع الاوضه دي ممتازه جدا بس تعرف محتاجه ايه؟ محتاجه لها البتاعه دي. لو الفيديو كله اعلان من بعد ما بدرت عمل العمليه كل فيديوهاته حرفيا بقت اعلانات. ربنا طبعا يعني ربنا زوده. هو بيقول لك في بندرتا 2024 بيقول لك السنه دي عملنا حاجات كويسه، نزلنا 5000 فيديو هشتريهم واتفرج عليهم، وفتحت محلات وحاجات ومطاعم. ربنا يزيده مفيش مشكله. بس مش عارف، حاسس ان هو من بعدها بقى يوتيوبر همه الفلوس اكتر ما همه الكونتنت، المحتوى بتاعه فيديوهاته. بدا يقل اهتمامه بفيديوهاته بس يكتر اهتمامه بانه يعمل فلوس وبزنس وحاجه شبه كده فيديوهاته. دي بصراحه حاجه زعلتني جدا يعني في بندرتا. كان في فيديو قال فيه ان هو مبقاش بينزل ماريو ميكر 2، وعلى فكره ده من احسن فيديوهاته. لما بندرتا ينزل ماريو ميكر 2 برمي اي حاجه قدامي وبتفرج على الفيديو. فيديو ممتع. بس هو قال اكتر من مره ان هو بيكره
يعمل فيديوهات دي عشان بتعصبه بزياده، ما بيعرفش يستحمل. في الطريق الواحد مثلا بياخد 3 ساعات عم يقلبه، هو مش شاطر جدا في ماريو ميكر 2، فعشان بياخد 3 ساعات بيعمله في الاخر الفيديو بيجيب مشاهدات كل حاجه، بس هو بيتعب في عمله. ممكن بدل يلعب لعبه رعب يخسر يترعب يعمل اي حاجه ويجيب نفس الفلوس بالظبط. فليه اعمل كده؟ بنزل اقل ماريو ميكر 2. فهو نفس المقارنه بالظبط، المحتوى مش مهم بس الفلوس اهم. فمش لازم اعمل فيديو بيجيب لي فلوس قليله ويجيب لي فلوس قليله وشهره كتيره، بدل ممكن اعمل فيديو يجيب لي فلوس كتيره جدا ومحتوى اقل. انا مش عارف انا كنت عايز اعمل ايه في ده. انا حاسس ان انا بتكلم في موضوع تافه جدا. اتمنى تفهموا قصدي بحاجه اهم من كده. في باري تيوب، باري تيوب موضوع مختلف تماما. باري تيوب كل فيديوهاته حلوه، بيقلص على الناس ما تعرفش ليه، بس المهم هو باختصار يعني باري تيوب ده يوتيوبر بتاع رياكشنز، بيعمل كام اغنيه في النص شبه الاغنيه شيل البيض حطه في الزيت اسمع الصوت. بحبه جدا. واتمنى باري لو انت بتسمع الفيديو ده ما تحسبش ان انا بهاجمك، لا مش بهاجمك. انا عارف لو انا بهاجمك بجد انت تعمل القناه بتاعتي، بعتذر، مش قصدي اهاجمك خالص. كل قصدي ان انا اقوله ايه اخر فيديوهين عملتهم. اخر فيديوهين بتقول فيهم اتمسكنا في حريق لوس انجلوس ورحنا فيها حريق لوس انجلوس. انا مش فاهم بيعمل ايه هناك بجد. انا مش فاهم. اتفرجت على فيديوهين هو بيعمل ايه. بيقول لك رحنا نغطي الاخبار ونشوف بجد دي ايه الحقيقه اللي بيحصل بجد. هل النار دي حقيقيه ولا مزيفه؟ هل بجد في ناس حرقوا المكان ده ولا لا؟ وهنمسكهم وحاجات شبه. في الاخر ما عملش حاجه. كل اللي عمله صور، فضل يمشي شويه في المكان، حاول يخش اماكن الحرائق ما عرفش، راح عمل نفسه مراسل ودخل لمكان مصور شويه ومشى. فين يعني انا مش فاهم فين الفيديو، انا مش فاهم فين المحتوى اللي بيعمله. باري تيوب اصلا قليل جدا بينزل عشان يعمل الفيديو ده. تقريبا اخر فيه 6 شهور، عشان لو انت شفت اخر فيديو نزله قبل الفيديوهين دول كان من 6 شهور. فقعد نص سنه عشان انزل في الاخر فيديو بيقلس فيه على ناس بيوت اتحرقت. هو في ايه بالظبط؟ ده شبه موضوع بالظبط. باري تيوب انسان كويس خلي بالكم مع فلسطين والناس دي كلها، بس هو انا مش فاهم يعني. اظن مقارنه تفهمكم شويه قصدي، واظن فاهم باري تيوب اللي هو بيتفرج على الفيديو. باختصار يعني تخيل لو واحد جه سوريا وقال لك بص الدمار بص الدمار، هروح اشوف مين دمر سوريا، واحنا عارفين كلنا مين دمر سوريا وعارفين كلنا كل حاجه. هو ليه يوتيوبر امريكي يخش عندنا ويصور حرايق او يخش فلسطين يقول شوف الدمار مين دمرهم، واحنا عارفين مين دمر فلسطين. نفس الموضوع راح لوس انجلوس عشان يقول مين حرق المكان مين، واحنا عارفين كلنا. ليه يروح اماكن انا عارف ان امريكا يعني شكلها زباله حرفيا، يعني بتساعد اكتر من دوله، بتسبب مجاعات وبتسبب قتل وحاجات شبه دي كلها. وانا عارف ان هو في ناس كتيره جدا بتقول ان امريكا تستحق اللي بيحصل لها، بس لازم تعرفوا ان امريكا برضو بيعيش فيها مسلمين، بيعيش فيها مسيحيين، بيعيش فيها كل الديانات عادي. مش معنى ان هو دوله بتتحرق يبقى دي حاجه كويسه مهما كانت الدوله. مش معنى ان امريكا فيها ناس وحشين يبقى كلهم وحشين. مش معنى ان لوس انجلوس اتحرقت وانا عارف لوس انجلوس بيعيش فيها الاغنياء وهم تقريبا مسببين مشاكل كتيره جدا في امريكا، الحاجات دي كلها مش معنى اتحرقت نحمد ربنا. مش شغاله كده. لوس انجلوس في ناس كويسين وناس وحشين. ما اتحرقت ان الناس دول كلهم اتضروا، في حبه ماتوا حبه اتاذوا حبه بيوتهم اتحرقت، خراب بيت حرفيا. ف مش عارف، انا مش عارف باري تيوب عمل فيديو دي. انا بجد مش فاهم ايه السبب انه يعمل حاجه شبه كده. هو كل شويه بيعمل رياكشن على الناس بيعملوا حاجات غبيه. ليه نزل فيديو يعمل فيه حاجه غبيه؟ يصور ناس، لا بصراحه ما صورش ناس، هو راح يشوف بيوت ناس اتحرقت ويقول لك هنشوف هل بجد بيخطفوا اطفال من تحت الارض ولا لا. ما عملش حاجه. في الاخر كلموا شويه عن ون بيس. لا صح هو هذا نفسه صح؟ نفسه هذا حق ون بيس. ايوه هذا في لقطة كده طلع في ون بيس كده ملان ما عنده حاجة. كلم المنظمة حقته دي اللي يترأسها، قال له اسمعوا اريدكم تمسحوا لي جزيرة كده عن بكرة أبيها. كيف بكرة أبيها بس؟ باتصال واحد. أول شيء كيف بكرة أبيها مصطلح ليه؟ بس هو ده بدأني جدا باري تيوب دلوقتي، وانا مش فاهم ليه نزل لحد دلوقتي الفيديو ده. انا مش فاهم ليه عمل نفسه جامد وكتب في صب نيلز واحد اتمسكت واحد رحنا فيها. ماشي انا عارف انت في حاجه اسمها كليك بيت، بيحاول يقول لك مثلا ماي جاد شفته اتمسكت ومت في الفيديو، في الاخر ما يطلعش في الحاجات دي حصلت. مفيش مشكله في صب نيلز، المشكله بجد في المحتوى نفسه. ليه يروح مكان ناس فيه بتتحرق ويقول هعمل حاجه، انا في الاخر ما عملش حاجه، كانه بيقلس عليهم حرفيا. انا مش فاهم ليه بجد نزل فيديو. بتضايق بس اكتر حاجه بتضايقني بجد هي الاخوين قدس. دي اخر قناه عايز اتكلم عنها النهارده. انا بجد بتضايق بجد يعني بيعملوا اليوتيوبرز دول. انا مش فاهم ليه بيعملوا كده. بيحسبوها فكره كويسه في الاول. ممكن بقى اليوتيوب في الاول قالها هسافر وهتبقى كويس، ممكن بعد ذلك تقل المتابعين هيحبوا محتواي اكتر. بس بيعملوا بقى اخوان قدس دي حاجه مجنونه. انا بجد مش فاهمها. يعني لو الحالتين اللي فاتوا
ماشي دول عملوا حاجات كان بيحسبوا متابعين هيحبوها، اخوان قدس عملوا حاجه محدش حبها حرفيا. باختصار اخوان قدس زمان كان عندهم قناه اسمها تلفزيون 11، بصراحه مش عارف كانت قناتهم ولا لا، بس كملوا فيها فيديو مشهور جدا اظن سمعت عنه اسمه توب 5، افضل 5 كاريكاتيرات في الطاش، ابرز 5 اغاني عربيه تسمعها في العيد، اخس 5 تحديات غبيه وانتشرت. فيديوهات حلوه جدا، بصوا مشاهدات 4 مليون 3 مليون، مشاهدات حلوه جدا وفيديوهات حلوه جدا، انا كل شويه بعدهم. المهم ان هو بطلوا ينزلوا هنا وعملوا قناه لنفسهم الاخوان قدس، نزلوا على توب 5، المشاهدات عاليه كام مليون، جميله جدا، محدش كاره خالص الفيديوهات دي، وفيديوهات فيها بحث بيجيب لك لينكات وبيجيب لك كل حاجه، واحسن حاجه بيخلي المتابعين ينضموا شويه للفيديو عشان المتابعين بيكتبوا كومنتات لو فكره حلوه بيعملوها، ففكره حلوه جدا. واظن اللي ضايقهم ان هي ما بتتعبهمش. باختصار هم عايزين يعملوا كام فيلم، هم تقريبا لاحظوا تقريبا بصراحه ده من تخيس من عندي، بس باختصار يعني اظنهم شافوا فيديوهاتهم رخيصه شويه فحبوا يعلوا المستوى شويه، بس هم عملوا افلام اظن فهموا ان هم كل ده بتحسب ان اليوتيوبرز اقل ممثلين مش احسن ممثلين، بحس اليوتيوبرز ما عندهمش افلام ما عندهمش مسلسلات وحاجات شبه كده، بس لو فكرت فيها اليوتيوبرز ممكن يكونوا بيكسبوا اكتر ممثلين في حالات معينه. اعلى يوتيوبر مستر بيست مثلا ربنا يهديه، بس هو بيكسب اكتر بكتير ممثلين عمالقه عموما، فهم اظنهم شافوا ان هم محتاجين يعلوا مستوى شويه فبداوا يعملوا افلام. بس فاظن بسبب حاجه شبه كده قالوا لما نرجع تاني توب 5 هنعمل حاجه احسن شويه من توب 5. توب 5 اظن المنتجه فيه قليله جدا، في بس كام حاجه عاملينها اللي هي الانيميشن الجامد في الاول في الاخر، بس كده مفيش حاجه تعبين فيها قوي، فهم محتاجين ننزل توب 5 جديده. اللي حصل ان هم نزلوا توب 5 مختلفه خالص، بدل في اول الفيديو يفضل قاعد يقول لك توب 5 حوادث ويكلمك عن كام حادثه ويهزر في النص وحاجه شبه. اكيد في يوم سويت لك بقعه وكلفتك فلوس، كسرت لك فنجانين في البيت، امك اتضايقت، قبعت سياره الوالد والوالد عدمك وفرشك لكن لا تزعل لا تزعل، لانه في ناس جابت بقعات نكبت دول وتسجلت في التاريخ كده لا، جاب معاه كمان واحد بيتكلموا بعض 24 ساعه، بيتكلموا بعض فتره طويله جدا، وفي الاخر اختاروا توب 5 في الاخر. ليه؟ انا بجد مش فاهم ليه، وكلهم بيقولوا نفس الكلام. عندي اقتراح ان يكون برنامج منفصل اسمه مختلف ويستمر مراتب القديم، ويكون موجود البرنامجين يرفعوا تعليق عشان يشوفوه صهيب تعديل، وما يكون نفس الاستوديوهات، يعني هذا حق هذا البرنامج ومراتب القديم استوديو تاني او استوديو قديم. كل الكومنتات نفس الموضوع، عايزين الستايل القديم، والمشكله الاخوان قدس مش عايزين يعملوا كده نفس الستايل. انا مش فاهم ليه عايزين يثبتوا نفس الستايل؟ ليه عايزين ستايل المتابعين كارهينه؟ او زي ما قلت لكم القناتين اللي فاتوا ممكن هم كانوا بيحسبوا متابعين هيبقوا كده، مفيش مشكله، بعد ما ده حصل ممكن ينزلوا ستايل مختلف، لكن اخوان قدس مكملين مهما المتابعين يتكلموا ومهما ياخدوا مشاهدات اقل بكتير، بدل ما كانوا كام مليون بقى دلوقتي 50,000 اكتر، كام واحد 100,000 وشويه، وفرحانين بالموضوع. انا مش فاهم ليه، انا بجد مش فاهم. اليوتيوبرز اتكلمتوا عنهم، انا بجد مش فاهم لحد دلوقتي هم بيعملوا كده ليه. تقريبا الفيديو ده بقى 10 دقايق تقريبا، عامل زهق، بس بقول لكم ان انا مش فاهم ليه ممكن يوتيوبر يحسب دي فكره كويسه، ولو فكره وحشه او كانش عارف ليه ما غيرش بعدين. ليه الاخوان قدس ما غيروش؟ انا مش فاهم ليه يعملوا ستايل فيديو ما حدش عاجبه. وعلى فكره الاخوان قدس ظهروا عند بندريتا، ف مش عارف علاقه ده بالموضوع. عموما انا قصدي باختصار ان انا مش فاهم اليوتيوبرز دول بيعملوا كده ليه. اتمنى ما اكونش شبههم في يوم من الايام، مش فاهم المتابعين بتوعي عايزين مني ايه. احسن حاجه بجد ان انا لسه ببدا في اليوتيوب، فمهما اعمل مستحيل اغلط. انا هغلط ازاي؟ فاهم قصدي؟ يعني افرض انا عملت اكبر خطا في العالم، صورت مكان ممنوع في امريكا، صورت مثلا لوس انجلوس، المكان بيتحرق حاجات شبه كده، الناس عملوا لي كانسليشن، مش هيحصل لي حاجه، لسه يوتيوبر بادئ، مش هيحصل لي اي حاجه. وفي نفس الوقت مهما كان محتوايا مفيش متابعين قوي هيضايقوا من محتوايا، فاحمد ربنا يعني ببدا اليوتيوب، مش يوتيوبر كبير جدا وده بيحصليش. بس كده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. عايزين في فيديوهات اللي بتشرح فيها مشكله بالزعق 24 ساعه المفروض تقول حل، واظن الحل باين جدا. يعني بالنسبه لاخوان قدس رجعوا الستايل القديم، اول شبه ما قال الكومنت عايزين الستايل الجديد كملوا مفيش مشكله، واعملوا الستايل القديم يكون في سلسلتين مفيش مشكله خالص. وبالنسبه لبندريتا نزل فيديوهات ماريو ميكر 2 يحل كل المشاكل، او على الاقل بطل شويه تحط اعلانات فيديوهاتك. واخر واحد باري تيوب باختصار، مش عارف، عايز بس يعني مش عايز يعتذر، عايز باختصار يتكلم شويه بس عن الموضوع، يقول على الاقل يعترف انه عمل ده غلط، مش عايزين اعتذار ولا عايزين فيديو ولا عايزين اي حاجه، يقول يفهم بس انه عمل ده غلط وما يكرروش، بس باختصار هو ده كل اللي عندي.
وعارف برضه يوتيوبر صغير ومش حقي خالص اقول الكلام ده كله، بس انت مالك يا عم، انا عايز الفيديو بتاعي مش الفيديو بتاعك. كده خلصنا الفيديو بجد المره دي. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب وكومنت مع صحابكم واي حاجه. على معلوماتكم مش هنزل فيديو الفتره الجايه دي لسببين. اول سبب اني يعني انا خايف الصراحه ان هو الناس تتفرجوا، ناس كتير جدا تتفرج على الفيديو، اكتر من يوتيوب اكتر من واحد يقول الفيديو بتاعي غلط ويعمل لي كانسليشن مع زي ما قلت قناه صغيره. فكده كده هختلف مع اليوتيوب المره الجايه. عشان السبب الثاني برضه كده مش هنزل فيديوهات الفتره الجايه، قدامي زي ما قلت لكم كام حاجه كبيره جدا محتاج اعملها. خلاص هرجع بس استحملوني الفتره الجايه معلش، والسلام عليكم. دايما عاملين ايه؟ بص باختصار اللي حصل زي ما قلت لكم كان في مشكله في شعري ما تستغربوش منها. المهم يعني باختصار مش عارف اصور نفسي بالكاميرا الفيديو، فقلت ايه اجرب اعمل فيديوبنج. بصوا باختصار كان عندي اختيارين بعد اللي حصل، يا اما اظهر بالفيديوبنج الشكل ده او اظهر كده. اظن انتوا حمات ربنا على انا اخترت الاختيار الاولاني. بصراحه لست حاجات جامده جدا. ملاحظ الموضوع كانه انمي فغريب شويه، ثانيه كده الاقي حاجه تانية. اوه يس ذاتس وات ام توكينج اباوت بيبي هير وي جو. كده احسن بكتير. هو ده الكلام. الصبح كمان بتبان ده الكلام مش باين قوي بس لحد ما ثانية كده كانت فكرة حلوة. اوكي كده تمام جدا. باختصار انا كنت عايز اتكلم عن حاجة حصلت، حاجة شبه ابديت كده حصل، تطلع زي ما قلت لكم بندرت اللي فايدة. باختصار اخوان قدس نزلوا فيديو جديد بيقولوا فيه ان هم دي اخر حلقة من الاخر من الستايل الجديد بتاع مراتب 5. في آخر حلقات مراتب بالصورة الجديدة والموسم الجديد والبث المباشر، والناس اللي قاعدة تكتب ايه صايب نبغى المراتب القديم كمان انت حبيبي ادخل. ومهم مرة نسمع برضو رأيك في هذا الاستبيان اللطيف. ان شاء الله يكون ده قصدهم، عشان للاسف الكومنتات بتقول عكس كده تماما. في كومنت بيقول اخي صهيب باختصار هذا البرنامج اللي عم تقدموه بس كان فيكم تغيروا الاسم وتسموه برنامج جديد مختلف عن مراتب لانه مختلف تماما. اما مراتب الاساس هو اللي هو حضرتك بتعمل تقديم للمحتوى وطريقة الحلقة كلها مختلفة عن الجديدة، فالتغير الجذري هذا هو السبب الرئيسي. واحد برضه بيقول نبغى مراتب القديم، فانا مش فاهم هو ده معناه ان هم هيغيروا ولا لا. بس فممكن يكون ان هم هيغيروا الستايل اخيرا وهيرجعوا للستايل القديم، يعني ما اظنش بس الله اعلم. لو رجعوا للستايل القديم فكده مشكله اتحلت وانسوا اخر تقريبا 5 دقايق في الفيديو. مش عارف بصراحه، محتاج اشرح. بص انا مش عارف بصراحه بعمل ايه في القناه عشان اكون معاكم، بعمل اي حاجه بحبها وخلاص. وبرضه مش عارف بحاول اشرح لكم ليه كل الفيديوهات الغريبه ما كنتش على الفيديو ده، يعني مش متوقع اكتر من كده. تلاقوني حطيت حبه اي في اول حته من الفيديوبنج دي وفي اخر حته. بس سلام. اتمنى لايك وسبسكرايب واشتراك وكومنت لو عايزين وشير مع اصحابكم. سلام عليكم.